سافر ليبيا علشان يسد الديون اللي عليه ويحسن من معيشته ورجع على خيانة مراته. تعال اقول لك ايه اللي حصل في واقعة اثارت جدل وتفاعل كبير جدا على السوشيال ميديا والمعروفة بواقعة دكر سوهاج. خليني احكي لك القصة من الاول كده. دكر سوهاج دوت شاب عنده 28 سنة، اتجوز عن حب، وبعد جوازه ب3 شهور بالظبط راح سافر ليبيا علشان يسد الديون اللي عليه وعلشان يحسن من معيشته. الاتهامات اللي وقع على شقيقه ان هو اللي قال ان مراته هي اللي بتخونه مع واحد، والواحد دوت صورها فيديو اثناء الخيانة وقال لها لو مش عايزة افضحك لازم تعملي كده مع صاحبي، وبالفعل عملت كده. اللي نقلوا الاخبار دي كلها هو شقيقه، شقيق المتهم اللي هو دكر سوهاج، وده اللي خلاه يسيب ليبيا وينزل علشان يخلص على الثلاثة، مراته والاتنين اللي ارتكبت معاهم الجريمة. هنا بقى الآراء اختلفت على السوشيال ميديا تماما ما بين مؤيد ومعارض. المؤيد بيقول ان ده حقه وان هو راجل وان دوت دكر سوهاج، والمعارض بيقول يا جماعة احنا مش في غابة وما ينفعش كده، وكان لازم يتخذ الإجراءات القانونية بدون ما يخلص على الثلاثة. الأقاويل اختلفت والآراء اختلفت على السوشيال ميديا. الواقع يا جماعة زي ما بقول لك كده مولعة على السوشيال ميديا وبتثير الجدل والتفاعل الكبير ما بين مؤيد وما بين معارض. انت قول لي وجهة نظرك في الكومنتات، لو كنت مكانه كنت ممكن تعمل ايه، وربنا يعافينا جميعا. وهل انت شايف التصرف ده صح ولا غلط؟ وهل الحكومة او وزارة الداخلية او القضاء المصري هياخد ضده اجراء سلبي ولا ايجابي؟ قول لي وجهة نظرك في الواقع عامة في كومنتات. وفي النهاية ما تنساش تتابعني على كل المنصات علشان يوصل لك كل جديد.